السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكون فيديو جديد من قطع عبد الرحمن الأسطورية. مش عارف ايه قناة عبد الرحمن دي، يعني انا اسم القناة اصلا ثانوية اسيستنت. هتعرفوا بقى ايه انا ليه بقول ازيكم يا جماعة. هتكون فيديو من قطع عبد الرحمن الفيديو الجاي ان شاء الله، وهيبقى مميز، وهتلاقي الثمنيل بتاعه كده منور كده، هتلاقي حاجة فجرة ان شاء الله تعجبك. الفيديو الجاي يا بكرة يا بعده بالكتير. الفيديو دوت هيبقى بيرسونال كده شوية. عايز اقول لك انا كنت باخد مع مدرسين مين، معرفش ليه. عايز اقول لك فور فن، فور ان انا عايز اتكلم معاك، عايز اعرفك عليا، فاهم؟ عشان احنا لسه يوم 15. انا عن نفسي هبتدي ان انا ادخلك في الجلد وكده بقى يوم 1/9. تمام؟ عارف ان في ناس هتبدا 15/8 دروس، دول هبقى معاهم، بس برضو مش نفس الضغط. لكن في 1/9 هيبقى في ضغط، وفي فيديوهات مفيدة، هيبقى في بتاع ده، اللي هو هيبقى نفس المود كده، هبقى معاك في المود. هتبقى الفيديوهات قصيرة، هتبقى كل حاجة متظبطة لك يعني، متقلقش. فأنا بقى كنت باخد مع مين ماس، مش عارف ايه كتير دي، كأني اللي هو لسه فاتح القناة من كام يوم. هو أنا فعلا فاتحها من كام يوم، بس أنا هتعرف برضه الفيديو الجاي. المهم، كنت باخد مع مين ماس عمر الشربيني. وبجد اللي أنا عايز أقوله دوت مش عايزه يأثر على قرارك، فاهم؟ بس بجد اللي ما أخدش مع عمر الشربيني ما دخلش ثانوية عامة. من كتر ما هو يا اخي يخرب بيت المتعه. انا بجد اللي هو ايه، في فيديوهات وانا معاه في السنه ما لحقتش اتفرج عليها، ندمان هموت. نفسي اخش اكلمه اقول له يبقى يفتحها لي اتفرج عليها دلوقتي وانا مخلص اصلا. بجد متضايق قوي، يعني اللي هو لو حد عارف اللي هي سكيورتي مايند سيت بتاعت الكالكولس بالذات، نفسي اتفرج عليها قوي. المهم، كنت باخد مع مين فيزيكس، احمد سمير. احمد سمير ده كانوا لما الامتحان بيجي صعب يقول لك ده الامتحان جايب مستوى احمد سمير. فاللي هو ليفل الوحش. او مثلا لما يكون امتحان اللي هو بيسقط ناس، يقول لك يا نهار اسود ده احمد سمير نفسه ما يعرفش يحله، فاهم؟ لا احمد سمير، لا بجد. انت حتى لو انت اخدت معاه ما تخليش كلامي ده يأثر على رأيك. اسمع مني بس وانبسط كده. تمام؟ يعني انت لما تتخش هتعرف انت هتاخد مع مين. وبرضه انا اتكلمت عن فيديو للمدرسين، فاهم؟ ما تقلقش، اتفرج عليه واتفرج على كل الفيديوهات وكمل معايا، عشان انا بنزل كل يوم فيديو، داي 1 داي 2 داي 3 وكده، لحد ما انت تخش الامتحان. المهم، احمد سمير طول السنه وانت بتذاكر اقسم بالله هتلاقي الناس التانية بتقول لك اللي هو يعني ان انت ليفلك يعني اعلى مننا بكتير. لو هما بياخدوا مع مدرس تاني هيقولوا لك كده، يعني انا حصلت لي، فاهمني؟ ف لا، هو احمد سمير الصراحه بيعلي الليفل قوي، بيعلي الليفل بتاعك قوي يعني بجد. حتى انت لما تخلص ثانويه عامه مش هتنسى. هتحس ان انت فاهم، هتحس ان انت واحد فاهم عالي. المهم، كنت واخد مع مين بقى كيمستري، ناصر البطل. احب اقول لكم ان انا فاجر في الاورجانيك، يعني بص، فاجر اورجانيك. يعني بجد اللي هو في المستقبل حتى ممكن تلاقيني بعمل مثلا نحل اسئله فور فن كده، تكون ممتعه، تكون صعبه قوي. فاهمني؟ اللي هو مثلا ايه، نطلع ايوباك نيم مثلا لحاجه صعبه قوي وغريبه، فاهمني؟ او مثلا نعمل حاجه مع حاجه، او مثلا نجيب حاجه من اصل انت لسه ما خدتش المنهج، فانا مش عايز اقعد العبكك. فممكن مثلا نجيب حاجه، نحط حاجه على حاجه، نجيب حاجه، والحاجه دي نحطها على حاجه، نجيب حاجه، ونوصل لحاجه تانية خالص في الاخر مثلا. فاهمني؟ لا فاجر في الاورجانيك الصراحه. المهم، كنت واخد مع ناصر البطل من احسن الاسيستنتس، او يعني من احسن الكوميونتي كده. يعني انا مثلا واحد صاحبي لما كان بيجيب درجه وحشه، انا طول السنه كنت بجيب 14 من 20، وعرفت في الاخر ان دي حاجه فجره، عشان كده ما كانش حد بيكلمني. لكن واحد صاحبي جاب درجه وحشه قدامي، بيمتحن قدامي كده، خلاص جاب درجه وحشه، هت الاسيستنت مكلمه قالت له ليه ومش عارفه ايه وانت حاسس بايه لا بصراحه حاجه فجره بصراحه. اكتر كده حد منظم وكده. لا ناصر البطل يعني منظم، وفي اسيستنس وفي متابعه، لا حلو قوي بصراحه. كلغات بقى مبهدل يا زميلي، متبهدل. العربي اخدت مع رضا الفاروق ومحمد صلاح ومحمد طارق، ميكس كده، اللي هو اخد هنا من حبه وهنا من حبه، حبه من هنا وحبه من هنا، مش عارفه ايه، عندي برد. آه الانجليش مراجعات في اخر السنه مع محمد صلاح. بجد تعبت وعانيت عشان اعرف اتعود على اسلوبه، بجد يعني. آه الماني
جيت اخر السنه برضو خدت مراجعه مع واحد، حسبي الله ونعم الوكيل بجد. انا بجد اللي هو هموت واقول اسمه واشتم فيه. هو ما فيش غيره اصلا، انتوا عارفينه اكيد يعني. راجل مش تمام، مش تمام، مش سالك بربع جنيه بجد. متعب يعني، متعب ماديا يعني. حتى تحس ان هو بينصب عليك كده عيني عين. انت غلس قوي، غلس قوي، واسلوبه غلس. محدش بيطيق، مين بيطيقه ما اعرفش. بس انا كده قلت كل المدرسين بتوعي. هنزل فيديو بقى حتى خاص كده، اللي هو ملوش حتى ملوش اسم يعني، ملوش مثلا ديت، مش هيبقى دي رقم حاجة، هو هيبقى فيديو كده. هيبقى شكر للمدرسين لما القناة كده تكبر وكده. عشان انا بجد نفسي المدرسين يشوفوه. فلما القناة تكبر وكده هم منزله عشان انتوا تشيروه كده. وبجد يعني هيبقى فيديو جميل قوي من قلبي يعني. انا اصلا من وانا في نص الامتحانات كده وانا كنت عايز اعمله قوي. بس كده يا جدعان، ما تخليش اي حاجه من اللي انا قلتها تاثر على رايك. اتفرج على فيديو حوار المدرسين اللي انا عامله على القناه. هتلاقيني كاتب المدرسين مهمين كويشن مارك حاجه كده تقريبا. مش اخدت بالك من كويشن مارك دي؟ اه، أو علامه استفهام. بس انت لازم تبقى فاهم يعني ايه كويشن مارك. آه، بس كده يا جدعان، تكون دي نهاية الفيديو. اعملوا شير عشان الناس تبدأ من دي وان. قلتها مليون مرة، اعملوا لايك عشان الناس توصل، عشان الفيديو توصل. اشتركوا في القناة عشان لما كل يوم فيديو، الفيديو يجيلك على طول نوتيفيكيشن ان هو نزل. سلام.